أهلا وسهلا. شكرا للاستضافة. حقيقة هو قانون العفو العام جاء نتيجة الاتفاقات السياسية التي جرت داخل تحالف إطار الدولة، والذي بموجبها تم التصويت على الحكومة السيد السوداني وتمشية الأمور اللاحقة. القانون هو لحد الآن تم تشكيل لجنة من قبل السيد رئيس الوزراء لإعداد مسودة لهذا القانون، وهو داخل أروقة الحكومة. أعتقد أنه في هذه الأيام سيتم تأجيل إعداد المسودة لما بعد العيد، إجازة العيد، لأنه أكثر المسؤولين والوزراء غير متواجدين، قسم منهم في أداء الحج. ولكن على العموم الاتفاق الذي حدث في داخل تحالف إطار الدولة كان بموجبه أحد البنود هو قانون العفو العام، وهو طبعا مطلب من الكتل السنية خصوصا، الذي نخشاه بعيدا عن الجانب القانوني. نتمنى أن لا تدخل الصراعات السياسية والمناكفات الحزبية مرة أخرى في تشريع هذا القانون، مثل ما حدث ذلك في أثناء تشريع قانون الموازنة. كنا نعرف أنه الاتفاق السياسي الذي حدث ما بين الأحزاب الكردية وأحزاب الإطار التنسيقي آنذاك اختلف الخلاف عليه في جلسات البرلمان، وبالتالي حدثت المشكلة التي استغرق وقت طويل لحلها في البرلمان لغرض قرار الموازنة. نحن هنا وبصراحة نتخوف وقلقين من أن يتكرر نفس الأمر مرة أخرى في إعداد قانون العفو العام، لأنه هذا القانون يهم فئة كبيرة من الشعب، وخصوصا في المناطق السنية. نحن نتحدث عن أكثر من 60,000 معتقل في السجون، 8,000 مواطن محكومين بالإعدام، وكل هذه القضايا بالتأكيد جرت في ظروف استثنائية مر بها البلد، وكان فيها تهديد أمني خطير، وبالتالي الظروف التي تم إطلاق فيها هذه الأحكام على المتهمين نعتقد بأنه الكثير منهم بحاجة إلى إعادة محاكمة وليس إلى إطلاق سراح. يعني نحن مع محاسبة المدان، مع محاسبة من ثبت عليه قضايا الإرهاب والإجرام، ولكن نحتاج إلى إعادة محاكمة لكثير من الحالات التي كان فيها هناك ظروف أدت إلى إطلاق هذه الأحكام بدون التدقيق في الأدلة والبراهين على إدانة المواطن هذا. القانون لحد الآن الكثير من بنوده هي غير معلومة للشعب، بحكم أنه لا زال قيد الإعداد داخل مجلس الوزراء. ولكن لا، هو الشارع العراقي فيه الكثير من العوائل والمواطنين الذين ينتظرون أن يتم مثل ما قلت أن يتم إعادة المحاكمة لبعض هؤلاء المدانين أو المعتقلين، لأنه ليس كل هؤلاء هم فعلا مجرمين وفعلا إرهابيين. هناك أعداد كثيرة، نتحدث عن آلاف من تم من الأبرياء الذي تم محاكمتهم في ظروف استثنائية، وتم الحكم عليهم باستعجال وبدون تدقيق، وحتى لم يحضر من يدافع عنهم في جلسات المحاكمة. هؤلاء الذي نحن نطالب بإعادة محاكمتهم وليس بتبرئتهم بشكل مباشر. وهذا هو بالطبع هذا هو الذي يعطيك رسالة من الدولة
إلى الشعب بأنه هناك طريق للتغيير، للإصلاح، لمراعاة حقوق الإنسان من غير القانوني ومن غير العدل. أن يكون كل هؤلاء قسم منهم نتيجة مخبر سري، وقسم منهم ذهبوا فقط نتيجة اعتقالات عشوائية، بل قسم منهم لا زالوا معتقلين، أي بمعنى لم يعرضوا إلى القضاء ويحاكموا، وإنما معتقلين لسنوات طويلة وبدون أن يتم حسم قضايا. لا، هو إذا نعود إلى حكومة السيد السوداني فهو أدى ما عليه، يعني سواء كان في الاتفاق اللي يخص الموازنة وقدمها للبرلمان بمثل ما تم الاتفاق عليه سياسيا، واليوم أيضا هو يعمل على إعداد قانون العفو العام مثل ما تم الاتفاق عليه سياسيا مع الكتل السنية داخل تحالف الإطار. أما فيما يخص الشهداء فهم الشهداء، ما هو كثير من عوائل المعتقلين ما هم أيضا من الشعب العراقي، وهناك الكثير من الأبرياء الذين هم أيضا هم عراقيين، ومن حقهم أن يعرفوا مصير أبنائهم وأن يحاكم أبنائهم بعدالة وبظروف اعتيادية تؤمن لهم حضور الدفاع والأدلة والبراهين التي تساعد في تبرئتهم. من غير المعقول أنه نذهب إلى اتفاق سياسي والآن بعض القوى السياسية داخل تحالف الدولة تريد أن تتنصل من هذا الاتفاق. إذا كان هناك من يتحدث عن سلبيات في هذا القانون فبالتأكيد سيتم مناقشة وقراءة القانون، مسودة القانون، قبل أن يتم التصويت عليه. التبرئة هذه اللي نتحدث عنها هي لن تكون بالمجمل لجميع المدانين، لجميع المحكومين، ولكن ما نطلب من هذا القانون هو إعادة تدقيق القضايا التي جرى الحكم بها، ومن ثم تأمين الحقوق القانونية للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم بظروف اعتيادية، وربما الكثير من هؤلاء سيتم إطلاق سراحهم وتبرئتهم. أما الذي يثبت عليه الإدانة فبالتأكيد نحن جميعا نطالب بإعدامه وباتخاذ كافة القوانين أو العقوبات التي تجري عليه. حقيقة لا أعلم بخصوص هذا، يعني مثل ما قلت سابقا القانون أو مسودة القانون لا تزال في مجلس الوزراء، ولا نعلم تفاصيلها العديدة الموجودة في هذا القانون، ولكن بالتأكيد سيتم مناقشة هذا الموضوع عند عرض المسودة النهائية من قبل مجلس الوزراء وتقديمها للبرلمان. بالمناسبة الموجودين في مخيم الهول المطلوبين للقانون بالتأكيد إذا ما تم إلقاء القبض عليهم سيعرضون أمام القضاء وسيأخذون محاكمة عادلة وفق القوانين والأنظمة العراقية تبعا للدستور. بس